بيبدأ الجزء الرابع من الفيلم بريبة اللي بتكون لسه عايشة وما ماتتش من هجوم التمساح عليها في نهاية الجزء اللي فات، وبعدها بتروح ريبة مع باريبرا مسؤولة الشرطة الجديدة ومع عالم حيوانات اسمه دينيس عشان يتأكدوا ان البحيرة ما فيهاش تماسيح، فيحدف دينيس لحوم في البحيرة فياكل تمساح قطعة لحمة وينزل تحت سطح المية، وبعدها بيظهر التمساح مرة تانية بس بتقدر ريبة انها تحدف عليه اسهم مخدرة فينزل دينيس وريبة في المية ويربطوا التمساح ويرجعوا مرة تانية على ضفة البحيرة، وبعد ما يخرجوا التمساح اللي اصطادوه بيظهر تمساح تاني عملاق فيتحركوا بسرعة، بس في طريقهم بيظهر التمساح وراهم، ولما بيوصلوا لحدود المدينة بيخلوا حد يفتح لهم البوابة بس يكون التمساح بيقرب منهم فترجع ريبة بالعربية لورا وتخبط التمساح فيتدحرج بس بيفضل عايش، وبعدها بيدخلوا كلهم للمعسكر وبيطلب باريبرا على ريبة عشان لسه في تماسيح في البحيرة، وبيقول دينيس ان التمساح اللي كان وراهم حجمه اكبر بكتير من المعتاد وبيخمن ان في تغيير او تحول جيني حصل للتماسيح، وبتمنعهم باريبرا من النزول للبحيرة الا باذنها، وبعدها بيشوف واحد في المدينة اسمه ماكس ديك رومي من ورا السور المكهرب فيحاول ماكس انه ياكله بس بيهجم على الديك الرومي تمساح ويفترسه. في الوقت ده بتخرج باريبرا مع كلوي بنتها فتشوف كلوي مجموعه من صحباتها اللي بيقولوا لامها انهم عاملين معسكر تخييم، فتوافق باريبرا ان بنتها تروح معاها صاحبتها للمعسكر، وبعدها بيوصل خبر التماسيح لوسائل الاعلام اللي في المدينه فتحاول باريبرا انها تطمنهم وتقول لهم ان السور المكهرب هيمنع دخول التماسيح للمدينه، بس ما بتقدرش باريبرا انها تحتوي غضب وخوف الناس. في الوقت ده بيكون ديس مع مجموعه صيادين بيحاولوا يصطادوا التمساح فيشوفوا كلهم اثار دم عند البحيره، وفجاه بيظهر التمساح قدامهم فيبداوا يضربوا عليه النار فيهجم عليهم التمساح ويجري وراهم فيحاصر واحد من الصيادين عند السور المكهرب فيلمسه بالغلط فيتكهرب ويموت، وبعدها بترجع باريبرا للبيت وبتكون كلوي جهزت حاجتها عشان تروح للمعسكر مع صاحباتها، وبتوصل بعدها كلوي لاتوبيس الرحله وتقابل صاحباتها، وبالليل بيسمع ماكس اصوات خارج السور المكهرب فيفتح باب السور ويخرج يطمن ان دينيس والصيادين رجعوا كلهم فيهجم عليه التمساح ويسحبه، وبعدها بنشوف سواق اتوبيس كلوي وهو مش مركز في طريقه فيدخل بالغلط في المكان اللي في السور المكهرب اللي المفروض يحوط التماسيح، وبيوصلوا كلهم للبحيره اللي ظهر فيها التماسيح في اول الفيلم، وبعدها بنشوف كلوي واصحابها وهم قاعدين جنب البحيره وبيكون كل واحد فيهم بيحكي قصه فتحكي كلوي ليهم قصه ميسيس بيكرمان مع التماسيح. في الوقت ده بيكون دينيس لسه بره في الغابه فهجم عليه التمساح، وبعدها بيهجم التمساح على سواق الاتوبيس جنب البحيره ويفترسه،